في مدينة كريستال فالي الصغيرة والمعروفة بطبيعتها الخلابة وسكانها الودودين، حدثت جريمة قتل صادمة هزت أرجاء البلدة. وجدت جثة سامانثا ويليامز المدرسة المحبوبة في شقتها الصغيرة بضواحي المدينة. كان الباب مغلقا من الداخل، ولم تكن هناك أي أدلة واضحة على دخول أو خروج شخص آخر. تم استدعاء المحقق ناثان مورغان، وهو محقق خبرة معروف بذكائه وإخلاصه لحل القضايا الصعبة. بدأ ناثان وفريقه التحقيق في هذه الجريمة الغامضة، حيث جمعوا الأدلة واستجوبوا الشهود وفحصوا المكان بدقة. مع تقدم التحقيق، اكتشف ناثان أن سامانثا كانت تخفي الكثير من الأسرار ولها علاقات مع عدة أشخاص في المدينة، مما أثار الشبهات وزاد من التعقيد في حل اللغز. تتبع ناثان الأدلة والشهادات وتورط في متاهات الأسرار والعلاقات المعقدة التي تندرج ضمن حياة سامانثا. بينما كان يحاول الوصول إلى الحقيقة، واجه عقبات كثيرة وصعوبات لم يكن يتوقعها. مع تقدم التحقيق، تغيرت الشكوك وظهرت الأدلة المتناقضة، مما زاد من تعقيد الحالة وجعل ناثان في مأزق صعب. ومع كل تطور في القصة، كان على ناثان التوازن بين الأدلة المتضاربة واستخلاص الحقائق. وأخيراً، بعد مسار تحقيق ملحمي، استطاع ناثان كشف الحقيقة وراء جريمة قتل سامانثا، مقدما الشخص الذي كان وراء هذا العمل الجبان. وأكد أن العدالة والصبر والتفاني هما المفتاح لكشف أصعب الألغاز في وجه الظروف الغامضة والمحيرة. القصة الثانية في قرية ويلينغتون الهادئة، حيث تتميز بمناظرها الخلابة وروحها المجتمعية. حدثت جريمة غامضة هزت أرجاء البلدة. عثر على جثة فيكتوريا ستيفانسون، صاحبة العقارات المرموقة في قصرها الضخم. كانت الأبواب مغلقة والنوافذ محكمة، ولم يكن هناك أي دليل على دخول أو خروج أحد. تم استدعاء المحقق ليام كونراد، المعروف بذكائه وتفانيه في حل الجرائم الصعبة. بدأ ليام وفريقه في التحقيق في هذه الجريمة الغامضة، حيث جمعوا الأدلة واستجوبوا الشهود وفحصوا المكان بعناية. مع تقدم التحقيق، اكتشف ليام أن فيكتوريا كانت تتورط في صفقات عقارية معقدة، وكانت تحظى بعدائية من بعض الأشخاص في البلدة. هذا الاكتشاف أثار الشبهات وزاد من التعقيد في حل اللغز. تتبع الأدلة والشهادات تطورات متنوعة، ومع كل خطوة يزداد ليام تحدياً وضغطاً لمعرفة الحقيقة وراء موت فيكتوريا. يتعين عليه توازن التحقيق بين المعلومات المتناقضة وتقديم الحقائق. وفي النهاية، بعد تحقيق شاق ومعقد، استطاع ليام كشف الحقيقة وراء جريمة قتل فيكتوريا، مؤكداً أن العدالة والتفاني والإصرار هما المفتاح لكشف الألغاز الصعبة في وجه الظروف الغامضة.